بيان إلى الرأي العام تحت شعار بفلسفة المرأة الحياة الحرية احمي ذاتك. بروح مقاومة العصر وبروح مقاومة المرأة نستقبل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لنستمر في نضالنا منذ قدم التاريخ وحتى يومنا هذا من أجل تحقيق حياة حرة للنساء ولمجتمع حر خال من الحروب والصراعات. ونستذكر بكل إجلال وإكرام شهيداتنا في قضية تحرر المرأة، من روزا لوكسمبورغ إلى سكينة جان سيز، من ريحان شويش إلى آسيا علي، من يسرى درويش وشاميرا خابور إلى زلال زاخروس، ومن كلستان إلى هيرو وسورخوين ديرسن وجميع شهيدات الحرية. ونؤكد التزامنا بالنضال والكفاح المستمر إلى أن نحقق آمالهن وطموحاتهن في بناء الحياة الحرية والعدالة والسلام. ونتوجه باسم المعاني الإخلاص والوفاء من ساحات ثورة المرأة إلى رمز مقاومة السلام والحرية القائد عبد الله أوجلان، رفيق درب المرأة والنساء المناضلات في سجون تركيا وباكور كردستان وإيران والشرق الأوسط والعالم. ونشيد بالمقاومة التاريخية التي تقدمها النساء الطليعيات في السجون من أجل رفع العزلة بكل جدارة وشجاعة في كل لحظة، ونثمنها عاليا ونتعهد لهن بأن نكون صوت الحقيقة والحق في سبيل حريتهن والخلاص من الظلم والعنف والتجريد من قبل الأنظمة الفاشية العدوانية القمعية الدكتاتورية. فاليوم وبكل ما تمر به المنطقة من الحرب العالمية الثالثة وإفرازاتها من الأزمات الخانقة والفوضى العازمة التي تشهدها الدول العالمية والشرق الأوسط خصوصاً، حيث تزداد الكوارث والصراعات المدمرة ويسودها فساد العقلية الذكورية المهيمنة وأنظمة العنف الرأسمالي المعاصر، حيث كلما تقلصت دور هذه الأنظمة ازدادت الإبادات الجماعية وتعقدت أزمات الحياة من القتل والتهجير والأمراض المجتمعية وحالات العنف والإتجار بالنساء واغتصاب الأطفال وسلب الحقوق والحريات المشروعة، حيث نرى بأن نظام الحداثة الرأسمالية والفاشية يمارسون أبشع الانتهاكات وجرائم الحرب لقتل النساء بطرق عنيفة وأساليب وحشية شرسة بذرائع جنسوية ودينوية وقومية. وخير دليل على ذلك ما ترتكبه دول الاحتلال التركي في مناطق شمال شرق سوريا من مجازر خطيرة بحق النساء والأطفال والشعوب على حد سواء، وكل ذلك عبر الاحتلال وتهجير السكان الأصليين وانعدام حالة الأمان والاستقرار وإفشال المشروع الديمقراطي من خلال استهداف شخصيات وطنية وسياسية لها دور بارز في ثورة المرأة والقضاء على التنظيم الإرهابي داعش، حيث نرى بأن مرتكبي وجنات جرائم قتل النساء كالسياسية هفرين خلف وغيرها لا يتم محاسبتهم وتحويلهم إلى المحاكم الدولية لنيل عقابهم وتحقيق العدالة والسلام لدعاة قضية المرأة والديمقراطية. وأمام كل هذه التحديات والصعوبات إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية لإقليم شرق سوريا نرفض السياسات العدوانية والاحتلالية والصمت الدولي والمواقف الغير حازمة لحقوق الإنسان
تجاه كافة أشكال العنف والمجازر التي ترتكب بحق النساء والأطفال من قبل الدولة التركية والأنظمة الحاكمة. وكما نوجه رسالتنا إلى جميع الحركات النسائية في شمال شرق سوريا وفي الشرق الأوسط والعالم إلى التكاتف والتضامن من أجل إنهاء العنف ودحر الاحتلال والحد من الجرائم والإبادات بحق النساء، ومن خلال الحماية الجوهرية وتعزيز ثقة الوعي والرفع من وتيرة النضال والمقاومة ضد الهجوم الإيديولوجي لذهنية الرجل المهيمن. وندعو جميع النساء ودعاة الحرية والديمقراطية والسلام من أجل توحيد وتطوير رؤيتنا المشتركة لحل قضية المرأة عبر تعزيز إرادتنا وقوتنا الذاتية ومواقفنا الإنسانية وتنظيم صفوفنا والاستمرار في ترسيخ فلسفة المرأة، الحياة، الحرية في جميع أنحاء العالم. وبناء على هذا الأساس نعلن عن بدء حملتنا لعام 2024 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار بفلسفة المرأة، الحياة، الحرية، احمي ذاتك. وتبدأ فعالياتها من 10 تشرين الثاني حتى 25 تشرين الثاني على الشكل التالي: إعطاء محاضرات فكرية وتوعوية للتعريف بأهمية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الأرياف والنواحي، عقد اجتماعات موسعة ضمن المدن والمقاطعات ومن خلالها يتم عرض في التلفزيون عن العنف الممارس ضد المرأة، توزيع بروشورات لتوعية المجتمع بهذا اليوم في كافة المقاطعات، القيام بدورات تدريبية للرجال لمدة 3 أيام في المدن عن قانون الأسرة والتعصب الجنسوي والحياة الندية الحرة، تنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة على مستوى المقاطعات في 25 من شهر تشرين الثاني يوم مناهضة العنف ضد المرأة، عقد ورشات عمل عن قتل النساء وبمشاركة وفد نسوي من ألمانيا. في 24 من تشرين الثاني أطلق حملة هاشتاج لإنهاء العنف ضد المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، عرض مسرحي من قبل حركة هلال زيرين في جميع مقاطعات إقليم شرق سوريا، عقد ملتقيات وندوات حوارية حول أشكال العنف الممارس ضد المرأة، قيام كل حركة أو تنظيم نسائي بفعالياتها المختلفة والمتنوعة حسب برنامجها الخاص، منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية لإقليم شرق سوريا 10 تشرين الثاني 2024.